بتبدأ الحكاية بأم وبنتها، وكانوا قاعدين مستنيين مقابلة للقبول في أكاديمية اسمها وورث، والأم بتدي بنتها نصايح للمقابلة علشان تقدر تنجح وتتقبل. لكن وقتها بيشوفوا الطلبة اللي خارجة قبلهم من المقابلة، وكان شكلهم زعلان جدا إن هم اترفضوا، وده بيخلي البنت تتوتر أكتر. وبعدها بشوية لما بيجي الدور عليها، البنت بتجاوب على كل الأسئلة زي ما مامتها حفظتها، بس ما أخدتش بالها بقى إن الأسئلة مختلفة، وطبعا سقطت في المقابلة. فبعدها وهم راجعين على البيت، البنت بتعتذر لمامتها، لكن مامتها ما بتزعلش وبتقول لها إنها عاملة خطة بديلة، والأم بتبيع البيت بتاعهم وبتشتري بيت جديد، والأم بتفهمها الخطة الجديدة علشان تنجح المرة الجاية في المقابلة. والأم بتقول لها إنها عملت جدول لكل أيامهم بالدقيقة والثانية عشان ما يخسروش أي وقت أو يضيعوه. والأم بتقول للبنت إنهم لازم يركزوا على الأولويات عشان كل يوم ينفذوا حاجة في خطتهم، عشان في الآخر خطتهم تنجح وما يغلطوش تاني أبدا زي ما غلطوا في المقابلة الأولى. وبعدها بشوية بتعتذر الأم لبنتها وبتقول لها إنها لازم تخرج بسرعة وتروح الشغل، وفعلا بتتحرك وبتروح الشغل وبتسيب البنت لوحدها في البيت. وبعدها بشوية البنت بتلاحظ وجود بيت جنب بيتهم، بس كان شكله مختلف تماما. وفجأة جارهم اللي ساكن في البيت ده بيكسر بحاجة حيطة البيت بتاعهم، فالبنت بتتصل بالشرطة. وبعدها بشوية لما الشرطة جت خبطوا على جارهم، وطلع راجل عجوز واعتذر على اللي هو عمله، وقال لهم انه كان بيجرب طيارته الجديدة اللي اخترعها. وبالليل الام لما بترجع من الشغل بتتضايق جدا عشان شافت الدمار اللي حصل في البيت، فبتقرر انها تكلم مقاول عشان يجي تاني يوم ويصلح الحاجات اللي باظت. والبنت في الوقت ده طلعت اوضتها وكانت عمالة تذاكر على مكتبها، بس فجأة لقت ورقة داخلة من الشباك ووقفت على الكتاب بتاعها. فالبنت لما بتقراها بتلاقي مكتوب فيها قصة أمير صغير عايش على كوكب تاني. ولما بتبص بعدها البنت من الشباك بتلاقي إن جارها العجوز هو اللي رمى الورقة، وكمان بيقول لها إن دي بداية القصة، ولو حابة تسمع الباقي تبقى تزوره في يوم من الأيام. بس البنت بتتضايق منه عشان طبعا اللي عمله في بيتهم الصبح، وكمان أخدت الورقة ورمتها في الزبالة. وفي اليوم اللي بعده بتصحى البنت ومامتها وبيمارسوا حياتهم اليومية بطريقة منظمة زيادة عن اللزوم كأنهم إنسان آلي. وبعدها بتخرج الأم للشغل والبنت بتقعد تذاكر، بس ساعتها قررت تاخد الورقة من الزبالة وتكمل قراية قصة الأمير الصغير. وبتلاقي إن الراجل اللي بيحكي القصة بيقول إنه في يوم كان سايق طيارة ووقع في الصحراء، واكتشف هناك بقى وجود الأمير الصغير، وكمان طلب منه إنه يرسم له خروف، ودي كانت أول مرة في حياته يرسم حاجة. ووقتها بقى البنت كانت مبهورة بالقصة، فأخدتها وراحت للعجوز عشان يكملها لها. بس هناك بقى بتلاقي إن الجنينة بتاعته مليانة بالاختراعات اللي بيعملها. وبمجرد ما البنت بتشوف الراجل العجوز بتديله الورقة وبتقوله إنها معجبة بالقصة، لكن عندها أسئلة كتير، وبتسأله إزاي الأمير الصغير راح الصحراء لوحده، وفين أصلا أهله، وإزاي قدر يعيش هناك من غير مية ولا أكل، وإيه أصلا الكوكب اللي عايش فيه، لأن المفروض مفيش حياة غير على كوكب الأرض. فبيقول لها العجوز إن الأمير الصغير عايش في حاجة اسمها كويكب مش كوكب عادي. فالبنت بعدها بتبص على بيت الراجل العجوز من جوه وبتلاقي عنده حاجات كتير مجمعها، فبيعرفها إنه بيحب يقتني الأشياء القديمة. وبعدها بياخدها الراجل العجوز وبيطلع بيها للسطح، وبيقول لها إن الغروب قرب والنجوم خلاص هتظهر. وبيعرفها برضه إن بطل روايته الأمير الصغير بيحب يتفرج على النجوم والغروب. وبعدها بيكمل العجوز حكايته عن الأمير الصغير، وقال لها إنه هو على الكويكب بتاعه كان لازم يمنع نمو شجرة خبيثة عشان ما تكبرش وتدمر المكان. وفي يوم من الأيام نما في الكويكب بتاعه زرعة جميلة محدش يعرف هي جاية منين، وكبرت الزرعة دي وطلع منها وردة جميلة، وكانت أول وردة يشوفها الأمير في حياته، فحبها جدا وتعلق بيها، بس سابها ومشي. وبعدها بيسكت الراجل العجوز وما بيكملش الحكاية، وبيسيب البنت تتفرج على النجوم اللي بدأت تظهر فعلا. وبعدها بشوية بترجع البنت لبيتها بسرعة قبل ما مامتها تكتشف غيابها عن البيت. ولما بتقول البنت لمامتها إنها قدرت تكون صداقة جديدة، مامتها بتتضايق وبترفض الفكرة تماما، وبتقول لها إن الصداقة هتضيع لها وقتها دلوقتي، وكمان بتقول لها إنها هتقدر الصيف الجاي لو مشيت على الجدول اللي عملته لها إنها تكون صداقات براحتها، لكن دلوقتي مفيش صداقة ولازم تدرس وبس. فالبنت برضه بيكون عندها فضول وبترجع تكمل قصة الأمير الصغير، وبتعرف إن الأمير ده راح لملك بيحكم المجرة وطلب منه إنه يشوف غروب الشمس، فالملك بيوافق على طلبه، لكن بيقول له إن التنفيذ هياخد وقت كتير. وبعدها بيروح الأمير يزور كويكب من الكواكب وبيلاقي عليه شخص لابس بدلة لونها غريب. وبعدها لما
حسابه وراح لكوكب تاني لقى عليه شخص غريب بيحب يشتري النجوم، وبتنام البنت ساعتها وهي بتقرا القصة. وفي اليوم اللي بعده البنت استنت مامتها لحد ما تروح الشغل، وبتجري وبتروح تقعد مع الراجل العجوز، وبيبداوا هما الاتنين يتأملوا النباتات والحشرات في الحديقة. وبعدها العجوز بيكمل لها القصة وبيقول لها ان الامير الصغير وصل لكوكب الارض ونزل في صحراء في قارة افريقيا، وبيقابل هناك تعبان. فالامير بيسأله عن الناس، بس التعبان قال له ان الصحراء فاضية واللي بيعيش فيها بيعيش لوحده وما بيشوفش ناس كتير. فبعدها بيكمل الامير تمشية في كوكب الارض لحد ما بيلاقي ثعلب صغير، وبيقرروا ساعتها ان هما الاتنين يبقوا صحاب، وده لان كل واحد فيهم وحيد في الدنيا وما عندوش اصحاب تانية. وبتمر الايام والعجوز كان كل يوم بيكمل القصة للبنت وبيلعبوا سوا كالعادة. والبنت بقى كانت بتستغل الفرصة وبتستكشف الدنيا من خلال جارها العجوز. وفي يوم من الايام البنت بتقول للراجل العجوز انها فرحانة جدا لانها دلوقتي ليها صديق ومش وحيدة زي الامير الصغير اللي ملقاش غير الثعلب يبقى صديقه بعد وحدته. فالعجوز بيقول لها ان هو كمان محظوظ لانه لقاها بعد ما فقد الامل انه يلاقي صديق يفهمه، وكان بيتمنى اصلا يلاقي حد عشان يقضي معاه الوقت لحد ما يصلح طيارته ويرجع تاني للكوكب بتاعه. والبنت بتكتشف ان العجوز ده هو اللي ظهر في اول القصة لما طيارته باظت وقابل الامير الصغير. فالبنت بتزعل جدا لانه ما قالهاش كده من الاول. فالعجوز بيصالحها وبيقرر ياخدها المطعم عشان ياكلوا سوا، لكن للاسف في الطريق الام بتقابلهم وبتاخد بنتها منه وهي متضايقه جدا. ولما بيرجعوا البيت بيتخانقوا سوا، والام بتقول للبنت انها كذبت عليها وانها كمان لحد دلوقتي مش ماشيه على الخطه اللي هي حطها لها. فالبنت بتقول لها ان حياتها اكبر من مجرد ورقه على الحيطه، لكن الام بقى بتقرر انها تحبس البنت في اوضتها وتخليها تذاكر ليل نهار وما تعملش اي حاجه تاني. وفعلا ده اللي بيحصل، والبنت بتقعد تذاكر بس كانت دايما بتفكر في جارها وبتفكر في الامير الصغير، لحد ما في يوم من الايام بتقرر تلم هدومها وراحت للراجل العجوز وقالت له انها هتحاول تساعده يصلح طيارته بس بشرط انه ياخدها معاه في رحلته. فالعجوز بيرفض وبيقول لها انه ما ينفعش ياخدها معاه، وكمان لو جه الوقت اللي هيمشي فيه لازم يمشي لوحده. وعشان البنت ما تزعلش منه رجع يكمل لها قصة الامير الصغير وقال لها انه في يوم شافه في الصحراء وكمان الاتنين اتصاحبوا على بعض، بس الامير بعدها سابه ورجع الكويكب بتاعه والعجوز ما شافوش من ساعتها تاني. فالبنت ساعتها بتتضايق وبتقول له انها بتكرهه وكمان بتكره الامير الصغير وبترمي له اللعبه والورق بتاعه وبتسيبه وبتمشي. ولما بترجع البيت بتاعها بتقطع كل حاجه اخدتها من العجوز وكمان بتلم النجوم اللي على الحيطه اللي هو كان مديها لها. وفي يوم من الايام البنت كانت راكبه العربيه مع مامتها، بس بالصدفه بتشوف ان العجوز عمل حادثه وكمان الاسعاف اخدته على المستشفى. فبتنزل البنت من العربيه وبتجري على المستشفى بسرعه وبتلاقي ان العجوز حالته خطيره ودخل العمليات. فبترجع للبيت حزينه جدا وما بتكونش عارفه تعمل ايه وبتنام، بس بتحلم وهي نايمه انها راحت وركبت الطياره وكمان كانت عماله تسوقها وبتطلع بيها للسما، وبعد شويه نزلت بيها على الارض والناس كانوا واقفين في الشارع عمالين يسقفوا لها. ولما الضابط جه وحاول يعتقلها البنت جريت منه وهربت وراحت لسطح مبنى عالي، واخيرا بتقابل على السطح ده الامير الصغير، بس لقيته انه كبر وبقى شاب وكمان بقى بيشتغل عامل نظافه في شركه. ولما بتحاول البنت تتكلم معاه الامير بيرفض وما بيكونش عايز يتكلم مع حد، بس البنت بتفضل تحكي له عن العجوز والطياره والثعلب وعن القصه بتاعته، وكمان بتقول له ان العجوز محتاج له جدا وانه دلوقتي موجود في المستشفى. بس في الوقت ده بيدخل صاحب الشركه اللي بيشتغل فيها الامير وبيطلب من رجالته انهم يطلعوا البنت من المبنى، لكن الامير بقى بيدافع عنها وبيقدم استقالته وبيقول لصاحب الشغل انه مش هيشتغل عنده تاني. وبعدها بياخد البنت وبيقرر يروح للراجل العجوز، ولما بيوصلوا للطياره وبياخدوها يطيروا بيها الامير بيقول للبنت انه نسي النجوم والسما من زمان، وده لانه فضل طول الفتره اللي فاتت بيشتغل وبس. ولما عدوا على الكويكب بتاعه لقوا الورده بتاعته دبلت، فالامير بيكون زعلان جدا وبيقعد يعيط عليها، لكن فجاه بينور الكويكب مره تانيه والورده كمان رجعت صحيت تاني وبيرجع الامير لسنه الحقيقي وبيصغر. وساعتها بقى صحيت البنت من النوم وراحت بسرعه وطلبت من مامتها انهم يروحوا يطمنوا على الراجل العجوز في المستشفى.
المستشفى، فمامتها وافقت وراحوا له فعلا واخدوا معاهم ورد. والبنت ساعتها بتفاجئ الراجل العجوز بكتاب الامير الصغير، والعجوز كان متفاجئ لان البنت كملت الكتاب. فالبنت قالت له انها حلمت بيه وفضلت معاه وقت كتير لحد ما رجعته للكويكب بتاعه تاني. ومن وقتها بقى بتتغير حياة البنت ومامتها، وبيقرروا يستمتعوا بحياتهم سوا وما يرجعوش تاني لحياتهم القديمة ولا يعيشوا زي الإنسان الآلي. وخلص الفيلم لحد هنا. لو عجبك ما تنساش الاشتراك ومتابعة كل جديد.